أهلا بكم. اليوم نقاشنا حيتعمق في نص بصراحة مؤثر جدا، عنوانه قصة ظلم الجد. القصة دي حقيقية وفيها قسوة صادمة، بتحكي عن جد قرر يتخلى عن أحفاده الصغيرين، أولاد بنته. والأصعب كمان إنه أجبر الأم اللي هي بنته إنها تتخلى عنهم هي كمان. هدفنا النهاردة إننا نفهم أكتر أبعاد الظلم العائلي ده زي ما النص بيصوره، وتأثيره على المستقبل، وإيه الدروس اللي ممكن نطلع بيها عن العواقب والأخلاق، خصوصاً اللحظة دي، لحظة توقيع الجد على ورقة البراءة من أحفاده. خلينا نبدأ من هنا. النقطة المحورية في النص قاسية قوي. الجد، النص بيقول لم ترمش له طرفة عين، وهو يكتب اسمه على ورقة مضمونها أنه تنصل وتخلى عن أحفاده الأطفال. شيء صعب التصور فعلا. والموضوع مش بس كده، لأ، ده كمان خلى بنته الأم، زي ما النص بيقول، تتخلى عن أطفالها بدم بارد. توقيع بالاسم الرباعي كأنه عقد شغل، بس هو بيتخلى عن لحمه ودمه. واللي بيلفت النظر هنا فوراً هو فكرة التوثيق دي، التوقيع، إنه مش مجرد كلام اتقاله خلاص، لا، ده شيء مكتوب وموثق، وده بيخلي سؤال النص عن المستقبل يوجع أكتر. النص بيتساءل: عندما يكبر من كان طفلاً ويقرأ بأين عينه ما كتب، ماذا سيفعل؟ وبأي عين سوف يرى أمه ومن كان جده؟ السؤال ده قوي جدا. السؤال هنا مش بس عن مشاعر الطفل، لا، ده عن قوة الكلمة المكتوبة دي. إزاي ممكن تشكل الذاكرة والحكم على اللي فات؟ صحيح، والقسوة الموثقة دي النص مش بس بيسميها ظلم، وبيأكد طبعا إنه الظلم ظلمات يوم القيامة. لا، ده بيضيف بعد تاني مهم قوي: الجهل. بيقول الجاهل عدو نفسه فقط. تمام. كأن الكاتب شايف إن الفعل الفظيع ده مش بس نابع من قسوة قلب، لا، ده كمان من عمى بصيرة، جهل بالعواقب، جهل بقيمة العلاقات الإنسانية نفسها. وهنا بقى بندخل في المنظور الأوسع اللي النص بيقدمه، فكرة العدالة الكونية أو العدالة الإلهية. هو بيستشهد بالمبدأ المعروف كما تدين تدان وعلى الباغي تدور الدوائر. مفيش حاجة بتروح كده. بالظبط. الرسالة واضحة جدا، الأفعال وخصوصا الظالمة ليها رد فعل، في نظام معين سواء إلهي أو حتى طبيعي بيرجع الأمور لنصابها. النص بيقول إن ربنا مش بيسيب أحد العباد يتجبر ويتكبر ويظلم من غير ما يكون في عواقب، فكرة حتمية الجزاء. ولما بيجي يوضح الحتمية دي، النص بينتقل من الكلام العام لمثال واقعي بنشوفه حوالينا. بيوصف إنه شاف شيوخاً كباراً في السن، رجالاً ونساءً، تم رميهم في دور الرعاية. المثال ده مؤلم فعلا. والنص بيربط مصيرهم ده بشكل مباشر باحتمالية إنهم هم كمان أهملوا أولادهم زمان. بيقول لم يعطوا أولادهم حقهم في صغرهم فنسوهم في كبرهم. ده ربط مباشر وصادم بين الفعل والنتيجة. بالظبط كده. المثال ده بيخلي فكرة الجزاء من جنس العمل مش مجرد حكمة بنسمعها، لا، بيخليها واقع، نمط بيتكرر في الحياة زي ما النص بيصوره. الخلاصة اللي بيقدمها النص هي إن الأفعال وخصوصاً اللي بتمس جوهر الأسرة بتعمل زي موجات كده وبترجع لصاحبها بنفس الشكل. الإهمال ممكن يولد إهمال، والقسوة ممكن تتقابل بقسوة زيها أو بنسيان مؤلم جدا. يبقى اللي استخلصناه من النص ده هو أولاً ثقة الظلم العائلي وتأثيره العميق جداً. ثانياً فكرة إن الأفعال لها عواقب أكيدة وغالباً بتكون من نفس نوع الفعل. وكمان التساؤلات المقلقة اللي بيطرحها عن مستقبل العلاقات دي اللي اتدمرت بقرارات زي دي، وإزاي الأجيال الجديدة هتبص للي قبلها. وده بيوصلنا لنقطة أخيرة كده تستحق إننا نفكر فيها شوية.